السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رد فعلي بعد المصيبة اللي عملها نادي الزمالك قدام نادي المقاولين العرب، واللي يعني اللي حل المصيبة دي أكتر إن الاتنين اللي هيجيبوا جلطة لجمهور نادي الزمالك هم أولاد عيلة علاء، محمود علاء اللي صاحب الأسيست التاريخي لجمهور نادي الأهلي في ماتش القضية ممكن، والنهارده أخوه بيرد له الجميل وبيقول له مالكش جمال على الزمالك. أنا برضو النهارده عملت القضية في الدقيقة 99 قدام نادي الزمالك علشان يبقى الزمالك دلوقتي في خلال ماتشين اتنين، ماتش قدام بيراميدز وعمل عرض في الشوط الثاني، عرض تاريخي، عرض ما يتقالش ان الزمالك بالسكواد اللي موجود معاه ده هو اللي قدر يعمله، وعرض تاني النهارده باهت وعرض ملوش اي صنف اللازمه على الرغم من وجود احمد سيد زيزو النهارده، وعرض يعني بصراحه يعني عرض مخزي قدام نادي المقاولين. يعني الزمالك كان يقدر يخلص على نادي المقاولين النهارده من اول 10 دقائق ربع ساعه، جيب جون الشوط الثاني، تجيب جون كمان، خلصت الماتش. لكن نادي الزمالك هو ده نادي الزمالك، وقلتها قبل كده نادي الزمالك ما تتوقعوش قدام بيراميدز، عمل ماتش تاريخي وماتش عمره. قدام المقاولين النهارده ممكن يخسر، المقاولين ده خسر من بلديه المحله، بلديه المحله اللي لسه اول ماتش يلعبه في الدوري بعد الصعود، يعني هو بلديه المحله تاريخ، لكن كسب المقاولين. الزمالك السنه اللي فاتت كسب المقاولين في الكاس، او في السنه دي تقريبا، او في الكاس اللي لسه ما كملش ده، كسب الزمالك في الكاس السنه اللي فاتت، كسب الزمالك في الكاس 6-0، وقال لك اوسيريو دغدغ الدنيا. طبعا اوسيريو بدا يلعب بمشاعر نادي الزمالك بعد الهدف اللي جه واتلغى، لقينا الراجل قاعد بيعيط او يعني عامل كده ومتاثر قوي على الدكه، وبرده الجون اتلغى. في كرة تانية بعد ما احمد علاء، احمد بيه طبعا، علاء احمد بيه باشا علاء، والاحتفال الشهير بتاعه النهارده بعد ما جاب الجون في نادي الزمالك وخسر نادي الزمالك نقطتين. احمد بيه علاء طبعا، اوسيريو شفناه متاثر قوي بعد الماتش. اوسيريو مش مدير فني، اوسيريو مدرب منتخبات، يعني تلم احسن 15 20 لعيب في المنتخب كله من كل الانديه المحترفين واللي بيلعبوا في جوه الانديه وتلعب بيهم، غير كده الراجل ده مش موجود. الراجل بيلعب قدام نادي الزمالك بخطط مستحيل دي تلعب بيها بالقماشه دي اللي معاك دي. يا جماعه لازم تحترم القماشه اللي موجوده معاك دي، القماشه اللي موجوده معاك في نادي الزمالك قماشه على القد شويه، لازم تحترمها، لازم تلعب بالامكانيات اللي تناسب اللعيبه دي او بالخطه اللي تناسب اللعيبه دي. انما لحد دلوقتي الزمالك بادئ الدوري ماتشين هم قدام قدام بيراميدز وقدام المقاولين، ما عملش حاجه، يعني ما فيش جمله في ارض الملعب، ما فيش تكتيك، ما فيش جمله انك انت بتلعب مثلا بالباكات، بتطلع بخط النص، بتطلع الوينجات وبتطلع الباكات وراهم، بتلعب مثلا باباما صانع العاب. اباما ده انا مش عارف يمين بالله ما شغله عندي صبي نقاش، يعني اباما ده مش كارك. امشي وخد معاك كام واحد كده، لان الكار ده مش كارك كرة القدم دي مش الكار بتاعك. الزمالك واوسيريو حتى النهارده مفيش، الله وكيل، احنا عايشين مع بهايم. مفيش في ارض الملعب حاجه. انت هتجلطوا جمهور نادي الزمالك بالشكل ده، الاستمراريه بالشكل ده هتجلط جمهور نادي الزمالك. انت النهارده بتريح اوسيريو بيلعب بناس في خط الوسط مش ليها ان هي تلعب، النهارده بيلعب بناس في الوينجات. النهارده احسن اتنين في الماتش كله زيزو وشلبي، على القد، على القد. زيزو النهارده ما كانش اللي هو ايه، زيزو المعروف بتاع نادي الزمالك اللي بيقدر يشيل سكواد نادي الزمالك، بس هيعمل ايه زيزو وشلبي وفتوح لما يرجع؟ هيعمل ايه يا جماعه؟ انتوا بتتكلموا على فريق كوره، يعني المفروض يبقى فيه بديهيات في الكوره، بديهيات في الكوره. وعلى فكره في عجن في نادي الزمالك، حسام عبد المجيد ده اللي غلط قبل كده، رجع تاني لاعب ليه؟ انا ما اعرفش. سيف الدين الجزيري ما رجعتوش تاني ليه؟ رفع قضيه عن نادي الزمالك. يا جماعه في ظلم جوه نادي الزمالك وفي عجن، والراجل ده اقسم بالله لو كمل على هذا المنوال الزمالك هيطلع السنه دي بفضيحه، بفضيحه قدام فريق من الفرق الصغيره، قدام فريق من الفرق الصغيره. الزمالك في بدايه الكاس صعد على ايد فريق، هو الفريق ده كان هينه في ارض الملعب وبالخطه بتاعت اوسيريو. يا جماعه اقسم بالله العلي العظيم اوسيريو ما مدرب ولا يعرف حاجه عن التدريب. الراجل ده اصلا انا ما اعرفش ازاي سايبينه يدرب نادي الزمالك بالسكواد اللي موجود ده. ايه المشكله في السكواد ده؟ بس انت لاعب الناس في اماكنها، لاعب الناس، اعرف امكانيات كل لعيب والعب على قد امكانياته، ما تطلبش من واحد هو ما بيقدرش يجري زي اوباما، ما بيقدرش يجري ان هو يعمل لك كل حاجه في خط الوسط ويعمل اللينك بين خط الوسط وبين الهجوم ويلعب الشادو سترايكر ويلعب المهاجم الخفي. هو ما بيعرفش يلعب اصلا في مكانه، يعني هو اصلا طبيعي مش قادر يؤدي الوظائف بتاعه مهامه هو في المكان اللي هو بيلعب فيه، ان كان صانع العاب، ان كنت بتطرفه على الوينج، ان كان بيلعب شادو سترايك، ان كان بيلعب مهاجم يا جماعه والله العظيم قاطع ميه ونور،
وانا ما اعرفش ازاي ده بيلعب كوره لحد دلوقتي، يعني مكمل ازاي وانت رجعته. والنهارده يعني بصراحه حرق الدم للزملكاويه من مستر اسيست رقم 2 احمد علاء لمستر اسيست رقم 1 محمود علاء، وهجوم محمود علاء على اخوه النهارده بعد الماتش، وحاطط صوره لجمهور الزمالك وبيقول لهم انتوا فوق راسي، ويعني يعني بيناشد جمهور الزمالك ما تزعلوش من اخويا. طبعا احمد علاء يعني انا ما اعرفش رد الفعل التلقائي اللي عمله بالحركه دي، ما اعرفش كان ايه لازمته، انا ما فهمتهاش. انت يعني انت اهلاوي ولا انت فرحان انك عطلت الزمالك عن ان هو ما كملش وما خدش النقطه رقم 5 او ما خدش النقطه رقم 4 وخليته ان هو دخل الدوري المصري كده باتنين تعادل، واحد قدام الزمالك واحد قدام المقاولين. بس لو هتسيب اوسيريو على هذا المنوال استمر وقابل الزمالك ان شاء الله في المركز السادس، في المركز السابع، في المركز الثامن. انا كل خوفي اوسيريو يا جماعه قبل الماتش بيقول لك انا هريح ناس معينه علشان انا الماتش الجاي بتاع ارتا سولار بالنسبه لي هو اهم ماتش في تاريخي. ارتا سولار اهم ماتش في تاريخك يا راجل، حرام عليك. هو حد عمل صيت للفرق الصغيره في افريقيا دي الا انت واللي زيك؟ ارتا سولار بقى اهم فريق هتقابله في تاريخ مواجهاتك الافريقيه او في تاريخ مواجهاتك كلها. حرام. ارتا سولار ده انت تكسبه بالناشئين بتوع الزمالك مع البراعم وانت قاعد في البيت بالتليفون، هتقول لهم اعملوا 1 2 3 بالتليفون هيعملوا لك اللي هم عايزينه. لكن اللي بيعمله الزمالك ده احنا مش هنقدر نكمل لحد نهايه الموسم بالطريقه دي. الضحك كتير ويعني والانفعال اشد، والزملكاويه بداوا يريحوا وبدا الطموح يقل، واللعيبه وصل لها خلاص مرحله ان التعادل عادي مش شرط. النهارده شفنا فضايح من الفار، فضايح فعلا من الفار. هي حركه انك انت وانت واقف قدام الفار تتكلم والصوت يوصلني انا كجمهور في التلفزيون، هي حركه حلوه. ليه؟ انا اعرف انت يعني بتغني ولا ما بتغنيش، مقتنع ولا مش مقتنع، الموضوع داخل دماغك ولا مش داخل دماغك. ولكن النهارده بيقول له طب ارجع لي تاني بالكوره، بيقول له طبيعه انك انا اعمل كده ايديا هتبقى كده. طب ماشي، محمد عادل مصمم ان هي ضربه جزاء، على فكره هي ضربه جزاء. ليه؟ لان هو لما لف الكوره، لما جت الكوره على ايديه بيقول له طب ارجع لي واعرف لي هي على الخط ولا لا. قال له جزء منها، فاهم؟ امين عمر بيقول له جزء منها على الخط والجزء الاكبر بره الخط. طب هو قانون ضربات الجزاء ايه؟ اي لمسه لو البلف بتاع الكوره بس ناحيه لامس الخط ضربه جزاء. لو البلف لامس الخط وهي تحت الجون، البلف بس لامس الخط، يعني الكرة دخل الجون بس البلف لامس الخط بتاع الجون، مش جون. هو ده القانون يا جماعه. لكن امين عمر يقول له ايه؟ يعني بعد ما اقتنع شويه بيقول له انا طب هاتها لي هي على الخط ولا لا؟ قال له هي على الخط. قال له طيب انا مش مقتنع. قال له انا مش مقتنع في الاول ورجع قال له انا مش مقتنع في الاخر. وطب ما كانش لها لازمه تروح، يعني طالما انت واثق قوي من قرارك وطالما انت واثق ان هي حتى لو على الخط انت واثق جدا من قرارك، خلاص يا عم ما كانش في داعي انك انت تروح وريح دماغك واقعد وريح الدنيا، وما فيش داعي العرض الصوت بتاع الفيديو ده او العرض انك انت يعني وانت بتتشيك على الفار انك تعرض الصوت طالما انت راجل مقتنع بقرارك. بس الموضوع الفكره حلوه، الفكره هتخلي الحكم يخاف ينحاز لفريق على حساب فريق. هتفهم هو بيقول ايه، هتفهم الحكم التاني بيقول له ايه وهو بيرد عليه بيقول له ايه. الفكره ممتازه، لكن التنفيذ انا ما شفتش تنفيذ كويس جدا. كان في النهارده طرد لحاتم سكر، برضو امين عمر عمل نفسه مش واخد باله. ما فيش تعليق على التحكيم النهارده، ما فيش تعليق على، ما فيش الا تعليق بس على احمد علاء والحركه اللي عملها بعد الجون النهارده اللي بصراحه يعني زعلت الزملكاويه هي ما فرحتش الاهلاويه. انا مش فارق معايا الزمالك يتعادل، انت تجيب الجون تحتفل بالشكل ده ما تحتفلش بالشكل ده. انا اللي يفرق معايا ان الزمالك يتعطل، ما فيش مشكله، وبيراميدز يتعطل كراجل اهلاوي، لكن ما يفرقش معايا انك انت تحتفل بالاحتفال ده. وبعدين هم بسم الله ما شاء الله يعني الزمالك فيه كوارث مش محتاجه، يعني ما جاتش على الاحتفال ده، والاحتفال ده هو اللي هيعمل الايه القلبان. الموضوع عندهم مأفور والموضوع عندهم واخد يعني لعيبه بتمشي، لعيبه مشيت بتلعب قدامهم، حاجات كتير. اصلا اللي بيلعبوا مش عارفين يلعبوا، المدير الفني اللي قاعد بره بيبيع كنافه وبيبيع حاجات تانية، مش موجود معاهم في ارض الملعب. تصريحاته ما تقولش ان هو هيقدر يكمل بالسكواد ده لفتره كبيره. لك الله يا زمالك والجمهورك يعني الصبر على اللي بيحصل في نادي الزمالك، والكلام ده هيستمر لحد يوم 20/10 او 20 اكتوبر لحد ما يتعين مجلس اداره. واتوقع ان حتى لو اتعين مجلس اداره يعني ما اعتقدش ان هو يعرف يعني
يحل بعصايه سحريه الموضوع. انت لسه في فلوس زيزو، لسه في فتوح، لسه في مش عارف محمد عواد، لسه في صفقات انت المفروض تعمل يعني تجيب لها فلوس عشان تتعاقد معاها، لسه في تجديد اللعيبه، لسه في اصلا الاجانب بتاع المتمردين زي سامسون اللي جاي يحلب الزمالك، بس لسه في كذا حاجه، ولسه في القفل القيد عشان ماريتمو وعشان مش عارف ايه. فلك الله يا جمهور الزمالك، ومبروك النقطه اللي جات لكم من الماتش النهارده. لا النقطه اللي هي انت خدت نقطه والزمالك خد نقطه، ومبروك النقطه لجمهور الزمالك اللي جابها لهم النهارده احمد علاء اخو مستر محمود علاء، مستر اسيست. وربنا يبارك لنا في عيله الحاج علاء كلها. وفي النهايه لو عجبتك الحلقه اضغط لايك واشترك في القناه وخلي الكوره ليك. سلام.